عندي فيديو معين والفيديو ده مش واضح حبتين وعايز اوضحه اكتر، اعمل ايه؟ السؤال ده جالي كتير وباشكال كتيره، فمعلش ركز معايا لانك لو مش محتاجه دلوقتي هتحتاجه بعدين، لان مفيش حد مش محتاجه، واسمعه لحد الاخر. في 4 تقنيات اساسيه علشان تخلي الفيديو اوضح. اول حاجه اسمها اب سكيلينج او تكبير حجم الفيديو، والتقنيه دي ببساطه بتكبر ابعاد الفيديو وبتكمل البكسلات الفاضيه علشان تدي لك فيديو اوضح وحجمه اكبر. تاني تقنيه اسمها النويز كوركشن او تقليل التشويش بتاع الصوره، وده بيخلي بالبلدي كده الفيديو بتاعك شكله انضف واحترافي اكتر. تالت تقنيه اسمها الكالر كوركشن، وده ببساطه بيصحح الالوان في الفيديو لو الفيديو عليه كاست او لون معين زي الاصفر او الاحمر او حتى الابيض والاسود، بيرجع الالوان الطبيعيه اللي كان عليها المشهد الحقيقي. رابع تقنيه هي الشاربنينج، ودي معناها زياده الوضوح، وده بيهتم قوي بزياده البكسلات في الحواف بتاعه الاشياء، فبتبان الاشياء تفصيلاتها بشكل اكبر. طبعا لو عايز تتفادى العمليات دي فلازم تاخد بالك ان الكاميرا اللي بتصور بيها جودتها تكون عاليه والاضاءه كويسه والكاميرا ثابته، وطبعا مونتاج الفيديو الاحترافي بيعمل كل الخطوات اللي احنا قلناها قبل كده. لكن طبعا لو عندك مقطع مش واضح من كاميرا مراقبه تعبانه او فيديو قديم او المكان اللي فيه الكاميرا دي ضلمه حبتين، فالفيديو اللي طالع منها مش هيبقى احسن حاجه. وعلشان كده هديك 5 تقنيات اونلاين تقدر تساعدك علشان ترمم او تحسن شكل الفيديو ده. اول اداه اسمها v.io، الثانيه اسمها فليكسير، الثالثه اسمها كليدو، الرابعه اسمها كابوينج، الخامسه اسمها انشوت. وازاي نستخدمهم ده هيكون محتوى فيديو قريب باذن الله. لايك وشير وتابعني علشان لسه في اكتر.